مساء الخير. الجو برد ومحتاجين نعمل حاجة نشغل بسببها الفرن ندفي البيت، والنهاردة هنعمل فطاير الشريك بعجينة زي القطن تماما. عجينة هشة وخفيفة زي السحابة، مكونات اقتصادية جدا وموجودة كلها في البيت. تعالوا نشوف هنعمل الجمال ده ازاي. أول حاجة يحتاج كوباية من المية الدافية، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، تلت كوباية من السكر، ومعلقتين كبار من الحليب البودرة. هحتاج كمان بيضة واحدة بس، وبعد كده هحرك كل المكونات دي مع بعضها تقريبا دقيقتين لغاية ما كل حاجة تمتزج مع بعض. ودلوقتي هضيف المكونات الجافة. المكونات الجافة عبارة عن 3 أكواب من الدقيق الفاخر عليهم رشة ملح. هنبتدي نعجن المكونات كلها مع بعض تقريبا 5 دقايق بس العجينة تلم. أول ما تلم معاكم وتكون بالقوام ده، هنضيف تلت كوباية من الزبدة الطرية بدرجة حرارة الغرفة. هنبتدي نعجن العجينة بتاعتنا وندخل الزبدة كده كويس في العجينة. الخطوة دي ممكن تاخد منكم وقت شوية، يعني من 10 ل 12 دقيقة لغاية العجينة ما تتشرب كل كمية الزبدة وتبقى معاكم لينة وطرية وما فيهاش اي تلزيق. كده العجينة خلاص لمت، هنديها كام خبطة كده ونلمها ونسيبها تخمر تقريبا لمدة ساعة. الجو لو برد عندكم اكتر ممكن تسيبوها ساعة او ساعة وربع لغاية ما تكبر ويتضاعف حجمها. انا سبتها لمدة ساعة واحدة بس. كده العجينة بتاعتي بعد ما خمرت هفش الخمر بتاعها، وبعد كده هاخدها على السطح بتاعي. هنقسم العجينة تقريبا ل10 قطع متساويين قد بعض. ممكن تخلوها كمان 12 قطعة او 14 قطعة اذا حابين حجم وحدة الشريك يكون حجمها صغير شوية او حجمها متوسط. انا قسمتها ل10 قطع، وهبتدي اخد كل قطعة من العجين اكورها بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. واثناء ما احنا شغالين في العجينة لازم نغطيها علشان ما تكونش قشرة من فوق. هبتدي بقى اشكل الكور بتاعتي. هاخد الاول كوره بدأت بيها وهديها فردة بسيطة، بعد كده هلفها على شكل رول. هبتدي ابرم العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اثبت اول الطرف والف حواليه بنفس الطريقة دي. طريقة التشكيل من اسهل ما يكون بدون ادوات ومش هتاخد معاكم ثواني بالظبط. كده هنشكل الكمية كلها بنفس الطريقة، وبعد التشكيل هغطيهم واسيبهم يخمروا للمرة التانية تقريبا تلت ساعة. بعد تلت ساعة نلاقي حجمهم بدأ يتضاعف بالشكل ده. قبل ما ندخلهم الفرن على طول هندهن وشهم بالحليب. ممكن كمان تدهنوا الوش بصفار بيضة مع معلقتين كبار من الحليب. أنا دهنت بالحليب بس. بعد كده هنديها رشة بس من السكر الحبيبات العادي، وبعد كده هناخد الصينية وهتدخل الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة. الفرن شغال من تحت بس. أول ما الاقيها أخدت لون ذهبي من فوق هنشغل الشواية بس لمدة دقيقتين علشان تاخد اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه ده. الفطاير خرجت من الفرن، دهنتها بعسل نحل. ممكن تدهنوها بشربات تقيل او ممكن تسيبوها خالص من غير ما تدهنوها. طعمها في منتهى الجمال، سهلة جدا وطعمها فعلا رهيب، لازم تجربوها. ومكوناتها اقتصادية جدا ومتأكدة هتقوموا تحضروها بعد الفيديو. العجينة هشة جدا وخفيفة زي السحابة، تقدروا تقدموها الصبح مع كوباية شاي بحليب او تاكلوها في العشاء. طعمها في منتهى الجمال بجد. وبس كده خلصت معانا وصفة النهاردة. عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم ايه في التعليقات. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في قناتي على اليوتيوب باسم سولا الشافعي، وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم اشعارات بالوصفات الجديدة اول باول. شكرا جدا ليكم، سلام عليكم.